القبض على قاتل عضو هيئة الأمر بالمعروف بخبراء القصيم. التحقيقات أثبتت أن الجاني ابن القتيل وقد أطلق عليه الرصاص. علمت سبق من مصادرها أن قاتل رئيس هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمركز الخبراء بالقصيم هو ابنه البالغ 17 سنة، وقد تمكنت الجهات الأمنية من إلقاء القبض عليه. وقال الناطق الإعلامي بشرطة منطقة القصيم لسبق إن الجهات الأمنية تلقت بلاغا صباح يوم الأحد الموافق 29/10/1438 هجري عن نشوب حريق في أحد المنازل بمركز الخبراء، وعلى الفور جرى الانتقال لموقع الحادث، وبعد إخماد الحريق ونقل صاحب المنزل للمستشفى أثبتت المعاينة أنه تعرض لطلقات نارية بالجزء العلوي أدت لوفاته. وأضاف الناطق الإعلامي أنه تم اتخاذ جميع الإجراءات من جمع الأدلة وجميع إجراءات الاستدلال، وقادت هذه الإجراءات بعد البحث والتحري للاشتباه بأحد أفراد الأسرة المجني عليه، وهو ابنه البالغ من العمر 17 عاما. كما تمكنت الجهات الأمنية من العثور على السلاح المستخدم بالحادثة، وبناء عليه تم ضبط المتهم وتوقيفه وعرضه على النيابة العامة، وقد اعترف بما نسب إليه وصادق على أقواله شرعا.